اقضي على السحر بالضربة القاضية وبالتجربة العملية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشر السحر في الآونة الأخيرة بين المسلمين انتشار النار في الهشيم، والناس كتير قوي قلقانة من الموضوع ده، عايشة دايما في قلق، في خوف. أي مشكلة تحس إن سببه السحر، أي حاجة تحس إنه سبب السحر. أنا جايبة لكم النهاردة أقوى علاج للسحر. مفيش أقوى من العلاج ده لو جربناه. مفيش مشكلة إلا ليها عند الله حل، بس تنقصنا المعلومة. لو عرفنا المعلومة الصح هنتغلب على كل مشاكل بتقابلنا في حياتنا إن شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا العلاج ده: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. لا تستطيعها البطر أي السحرة. ما فيش ساحر طول ما أنت بتقرأ سورة البقرة يقدر يعمل لك سحر. خليهم يعملوا السحر، خليهم يدفعوا فلوس، ما هم معاهم فلوس ومش عارفين يودوها فين، خليهم يصرفوها تبقى باقى عليهم في الدنيا والآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على السحرة: بشر الزاني والساحر بالفقر. ربنا يبتليهم بالفقر في الدنيا وفي الآخرة، غير عقاب ربنا، غير غضب ربنا عليهم سبحانه وتعالى، وسواد وجوههم في الدنيا وفي الآخرة. كان في ساحر بيعمل سحر للناس، وللأسف مجهز ابنه للفرح، بدل ما يجهز ابنه للفرح جاب له الكفن ودفنه، وابنه مات بالسكتة القلبية. وده أقل عقاب ربنا يعاقب بيها الساحر واللي بيأذي المسلمين عشان يخرب بيوتهم. ايه العلاج بقى؟ الرؤية الجميلة اللي جايبها لكم النهاردة دي رؤية حقيقية لإنسان كان دايما بيتعمل له سحر سنين وسنين وسنين، ويلف على الشيوخ والمشعوذين والدجالين ومش عارف يعمل ايه، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى في الوقت المناسب قابل شيخ وعلمه، قال له: يا ابني اقرأ البقرة إن شاء الله فيها الشفاء والدواء ليك. وفعلا الإنسان ده كل يوم يقرأ البقرة، حتى لو البقرة ما عالجتش السحر. مش عاوزة أقول لكم على الأنوار والجمال اللي في الصورة دي، سكينة ورحمة ودعاء مستجاب، والحمد لله كل الأسحار اتفكت. ورأى رؤية إنه بيضرب الساحر ده وبيكسر أنفه وبيقضي عليه. مفيش أي مشاكل الحمد لله بعد ما مواظب على الصورة الجميلة دي. جميلة، مفيش أجمل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش سايبنا في الدنيا ملطشة للشياطين، ربنا ما خلقناش عبث، ربنا خلقنا عشان نساعد بعض. كل إنسان وليه دور في الحياة، الله يعين كل واحد على حاله. مطلوب مننا نساعد بعض، ايدينا في ايد بعضينا، نحب بعض، نطبطب على بعض، نتمنى الخير لبعض، مش نأذي بعض ونحارب بعض ونقتل بعض. كل إنسان بينضح بما فيه، وكل إناء بينضح بما فيه، وكل إنسان هيعمل حاجة هياخد الجزاء الكامل والوافي هو وذريته، سواء في الدنيا سواء في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.